طبعا الإنجاز الذي حققه الأسود اليوم في مونديال قطر هو ثمرة رؤية ملكية راهنت على تطوير كرة القدم الوطنية ببنية رياضية بمواصفات عالمية، مراكز للتكوين، والمثال هنا المثال البارز أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. حمزة أيت مسعود. في مونديال الدوحة لمع بريق نجومية أسود الأطلس، وبالموازاة مع ذكر تألق عدد من اللاعبين يطفو على السطح بشموخ اسم أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، أو جوهرة كرة القدم المغربية كما وصفتها الفيفا. المشروع الرائد على مستوى كرة القدم المغربية والإفريقية، وبعد تدشينه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2010 ما فتئ يقدم للرياضة الشعبية الأولى أسماء كان التألق حليفها سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وأسرار النجاح تبنى من البدايات. لدينا معايير محددة لاستقطاب اللاعبين، من أهمها المهارة الجيدة وذكاء اللعب، بالإضافة للعامل البدني الذي يجب أن يكون قويا. منذ تدشينها أراد صاحب جلالة أن تكون نموذجا في مجال التكوين، وهذا اللي كيحدث الآن. يعني أصبحت أكاديمية محمد السادس نموذجا وطنيا إقليميا ودوليا كذلك في مجال التكوين، وأعطت مجموعة من اللاعبين للمنتخبات الوطنية، والهدف كذلك الرفع من المنتوج الوطني على مستوى التكوين وكرة القدم الوطنية. داخل الأكاديمية كل عوامل النجاح تقدم للمواهب، أحجار خام تصقل بعناية داخل المؤسسة، فالموهبة وحدها لا تكفي، ومسؤولو الأكاديمية فطنوا لما يحتاجه اللاعب المغربي لبلوغ النجومية. داخل الأكاديمية نعمل بشكل مكثف على تأهيل العامل الذهني لدى اللاعبين. يمكنكم أن تلاحظوا أن قوة اللاعبين الأربعة من الأكاديمية ضمن المنتخب الوطني الحالي تكمن قوتهم في ثباتهم الذهني، بالإضافة لقوتهم التقنية التي لا تناقش. باعتماد مسار دراسة ورياضة يحظى أبناء الأكاديمية بتكوين أكاديمي خاص يمنحهم امتيازات مواصلة مشروع حلم الاحتراف، وأيضا ضمان مسار دراسي ناجح. قيمة عندنا 20 ساعة بالإضافة للمقابلات الرياضية اللي كتكون في آخر الأسبوع. عندنا دوا 20 حصة زمنية، مقررات كتكون مقلصة شوية، ولكن بالنسبة للامتحانات الإشهادية يعني نفس المقرر. تلامذة كيدوزوا مع المغاربة كل مع جامعة التلاميذ نفس المقرر. في الدوحة سطع نجمها كعامل في نجاح ملحمة الأسود، وفي قادم المناسبات سيسلط الضوء على نجومها المستقبليين لحمل مشعل النجاح الكروي المغربي، كيف لا وهم أبناء أكاديمية محمد السادس لكرة القدم.